بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس بيننا إذ رأيناه يضحك حتى بدت ثناياه، فقال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما الذي أضحكك أضحك الله سنك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: رجلان من أمتي جسيا بين يدي الله عز وجل، قال أحدهما لرب العزة: يا ربي خذ مظلمتي من أخي. ونحن نعلم بأن القصاص في الآخرة من الحسنات ومن السيئات، لأنه ليس ثم دينار ولا درهم. يا ربي خذ مظلمتي من أخي. فقال الله عز وجل للظالم: اعط أخاك مظلمته، فأخذ المظلوم حسنات الظالم كلها، وبقي للمظلوم حق عند الظالم. فقال: يا رب خذ مظلمتي من أخي. قال الله عز وجل للظالم: اعط أخاك مظلمته. فقال الظالم: يا رب لم يبق من حسناتي شيء. قال الله عز وجل للمظلوم: كيف تصنع ولم يبق من حسناته شيء؟ قال: يحمل عني من أوزاري. عندئذ بكى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا عمر، إن هذا اليوم يوم يتمنى فيه كل إنسان أن يحمل عنه من خطاياه. ثم بين الرسول صلى الله عليه وسلم عفو الله عز وجل وسعة رحمة الله عز وجل وفضله وكرمه. قال الله عز وجل للمظلوم الذي له حق عند ظالمه: انظر يا عبدي في الجنان. فنظر فيها فوجد فيها قصورا من ذهب ومدائن من فضة، فتعجب وقال: يا ربي، لأي نبي هذا؟ أو لأي شهيد هذا؟ أو لأي صديق هذا؟ قال الله عز وجل: لمن يدفع ثمنها. قال: ومن الذي يقدر أن يدفع ثمن هذا كله؟ قال: له أنت. قال: وكيف؟ قال: بعفوك عن أخيك. قال: يا ربي قد عفوت عنه. قال: خذ بيد أخيك وادخل أنت وهو الجنة. اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم أصلح فساد قلوبنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك. اللهم لا تدع لهذا الجمع في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا وغفرته، ولا عيبا إلا وسترته، ولا دينا إلا وقضيته، ولا هما ولا غما ولا كربا إلا فرجته. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واشف مرضانا، وارحم أمواتنا، وأهلك أعداءنا، ولا تخيب فيك رجاءنا، وبلغنا مما يرضيك آمالنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأعلي بفضلك وكرمك كلمتي الحق والدين. اللهم وفق ولاة أمر المسلمين إلى العمل بكتابك وبسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزق مصرنا الأمن والأمان، اللهم ارزق مصرنا الأمن والأمان، اللهم ارزق مصرنا الأمن والأمان والطمأنينة والسلام، وجنبها يا ربنا الفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب. اللهم من أراد بمصر وأهلها سوءا فسلط عليه سيف انتقامك يا جبار. اللهم سلط عليه سيف انتقامك يا جبار. اللهم سلط عليه سيف انتقامك